فكيف لا يكون جسمه يده بركة؟ اللي ذكرت خل أذكر هاي القضية، ليالي البكاء بعد، ليالي البكاء وليالي ذكر معاجز سيد الشهداء، عظمة جود وكرم سيد الشهداء. لما استشهد الشيعة والسنة كاتبين هالقضاء، إنه لما استشهد سيد الشهداء عليه السلام اجى طير إلى كربلاء، شاف جسم عزيز الزهراء مطروح جثة بلا راس على رمضاء كربلاء، خضب جناحيه جسمه بدم أبي عبد الله وطار إلى سائر الطيور، قال لهم أنتم تتنعمون بالتقاط الحاب بشرب الماء، تتلذذون بالدنيا، وابن بنت رسول الله مطروح على رمضاء كربلاء. الله أكبر. اقرأ سورة النمل وشوف هدهد سليمان وهدهد شنو كان كلامهم، أمور اللي كلكم الحمد لله شيء طبيعي عندكم هذه الأمور. ليش؟ لأن نعتقد بالقرآن، إحنا هذه نعتقد بهذه المعاجز. الله أكبر. الطيور أتت إلى كربلاء، حول هاي الطيور غير الملائكة، طيور أتت إلى كربلاء وجعلت تتمرغ في دم أبي عبد الله الحسين. طير من هذه الطيور أكثر من طير اجى إلى المدينة. في المدينة كان يهودي، هذا بحار العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان يذكر هاي القضية، وغير أيضا قلت يذكر، بل في المدينة كان يهودي إلى بنت عمياء زمناء شلاء صماء، لا لسان لا أذن لا عين، بل لا تقدر تمشي. هذا بل أبوها كان جايبها بستان خارج المدينة، وكل ليلة كان يجعدها يسليها يتكل بل إلى أن تنام. ثرد ليلة هذا الأبو ما كان، ذاك اليوم اللي بهذا الطير كان جاي إلى المدينة حوالي بعد آخر النهار مغرب غروب، كان جاي على شجرة في ذلك البستان، بقي الطير وهو ينوح على أبي عبد الله الحسين. أحاديث معتبرة عندنا بالخصوص في الحمام الراعبي أنه يلعن قتلة الحسين، وهكذا في سائر الحي. على كل حال جعل ينوح. هذه البنت كانت تحت تلك الشجرة اللي عليها هذا الطير صار بل وقع على هذه الشجرة. قطرة من دم أبي عبد الله الحسين سقط على عيني الطفلة هذه البنت، وإذا نور بصرها عاد إليها. قطرة على سمعها أذنها عاد إليها سمعها، رجلها يدها كل جسمها سلم ببركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. جعلت تمشي في البستان. غدا صباحا لما جاء والدها رأى بنتا تمشي في البستان، عجيب منه هذا، قال ينظر يمين يسار ليرى ابنته العليلة المريضة في البستان، ما رآها. قال لهذه البنت أين ابنتي؟ ما عندك خبر من بنت صفتها كذا وكذا؟ قالت أبا أنا ابنتك. عجيب، شلون صار؟ ما القضية؟ أشارت إلى ذاك الطير اللي إن على الحسين لنوحا وقض العمر بالنوح. قال إلهي أسألك، هذا اليهودي قال إلهي أسألك بحق صاحب هذا الدم إلا ما تكلم مع الطير اللي هذا بلي هذا الدم إلى هذا الأثر، قسم بصاحبه حتما إلى أثر أن يكلمني الطير لأعرف ما هذا الدم. وإذا بالطير يتكلم معه، هدهد تكلم مع سليمان، نملة تكلم. قال ماذا تريد؟ قال ما هذا الدم الذي عليك؟
قال هذا دم المظلوم، هذا دم الغريب، هذا دم العطشان، هذا دم الحسين. أسلم اليهودي، أسلمت ابنته، في الرواية 500 من اليهود أسلموا لما رأوا هذه المعجزة. طير آخر أيضا في المقاتل مذكور جاء وجعل يدور حول قبر رسول الله وهو يقول بلسان فصيح: ألا قتل الحسين، ألا ذبح الحسين. جاء الطير وقع على جدار بيت الحسين. فاطمة الصغرى، فاطمة العليلة بل السنين الماضية قلت كان لسيد الشهداء بنت باسم فاطمة باغ بقيت في بل مدينة. الشيعة والسنة يروون ملحقات إحقاق الحق، راجع شوف قد من مقاتل السنة من كتب السنة يذكرون أنه بفاطمة الصغرى بقيت في المدينة. على كل حال وقع على جدار بيت الحسين وهو ينوح. التفتت فاطمة الصغرى إلى الطير: أيها الطير ما لك تنوح ومن أين هذا الدم؟ نادى الطير: ألا ذبح الحسين، ألا قتل الحسين. نعب الغراب فقلت: من تنعاه ويلك من غرابي؟ قال: الإمام. فقلت: من؟ قال: الموفق للصواب. إن الحسين بكربلاء بين الأزنة والضراب. الله أكبر.